اسئله هما اللي كيتعاودوا كل عام في امتحان الجهوي ديال الاجتماعيات، والا ضبطتي الطريقه الصحيحه كيفاش تجاوب عليهم كنضمن لك نقطه واعره فيها. الجزء الثاني، في الجزء الاول شفنا اكثر الاسئله اللي كيتعاودوا في ماده التاريخ وشنو هي الطريقه الصحيحه باش نجاوبوا عليهم. ودابا غنشوفوا ماده الجغرافيا. السؤال رقم 1 ديما كيكون تحويل الجدول الى المبيان المناسب، وهنا غنعطيك كيفاش تعرف المبيان المناسب اللي خاصك تخدم عليه. مثلا كنستعملوا المبيان بالاعمده فاش كتكون عندنا مقارنه، وبالمنحنى فاش كيكون عندنا تطور او انخفاض او تغيير. اما الدائري والنصف دائري ما تفكرش فيه حتى تبان لك النسبه المئويه في المعطيات. وغنخلي لك هنا فيديوهات الا تفرجتي فيهم ما غيبقاش عندك مشكل مع رسم المبيان. السؤال رقم 2 اللي غالبا كيكون تحت المبيان مباشره، واللي هو وصف او قارن شي حاجه من خلال المبيان. مثلا المبيان ديالنا كان على الميزان التجاري، نقدروا نقولوا مثلا الا بغينا نوصفوا يعرف الميزان التجاري تذبذبا او انخفاضا او ارتفاعا. اما السؤال رقم 3 هو فين كيطلبوا منا اننا نفسروا عوامل قوه شي حاجه او اسباب الضعف ديالها، وهنا فين كنستخدموا بالضبط دوك العوامل الطبيعيه والبشريه والتقنيه الى اخره. وباش ما تفلتش الجزء الثالث اللي غيكون على المقاله وكيفاش نكتبوها ونجيبوا فيها مزيان، خلي فولو. سلام.